انا موجود دلوقتي في مطار ينبع في السعوديه، في عربيه هتاخدني وهنتحرك حوالي 220 كيلو في اتجاه البحر الاحمر، وده لسبب واحد بس، اننا نعرف ليه السعوديه ممكن تدفع 28 مليار دولار. النهارده هنعمل تجربة جديدة. أنا النهارده مهندس في مشروع البحر الأحمر اللي موجود في السعودية. بما إني موجود هنا كمهندس ومتعامل معاملة VIP، فدي العربيه اللي بتوصلنا. العربيه دي بتودينا اي مكان احنا عايزين نروحه. المفروض ان هم مديني كمان اوضه من اوض المهندسين VIP تبع المشروع اللي احنا فيه. تعال اوريك الاوضه شكلها عامل ازاي. هنا في تلفزيون، هنا المفروض في سريرين، طبعا يعني هي مبهدله شويه بس يعني تمام شغاله. تكييف، من الحمام. فدي اوضتي كمهندس VIP في مشروع البحر الاحمر. مشروع البحر الأحمر هو جزء مهم من رؤية السعودية 2030، وواحد من 4 مشاريع اللي بيشرف عليها ولي العهد محمد بن سلمان بنفسه، وأشهرهم على الإطلاق واللي معروف بالنسبة لناس كتيرة هو مشروع نيوم. مكان مشروع البحر الأحمر هو في الساحل الغربي للسعودية اللي بيقع بين مدينتين، مدينة أملج ومدينة اللوجة. مشروع البحر الأحمر زي ما تقول هو مدينة جوه مدينة، يعني أنت ممكن تتخيل إن مشروع البحر الأحمر المساحة اللي معمولة عليها قد دولة مثلا زي دولة بلجيكا، فأنت ممكن تتخيل المشروع مثلا كبير قد إيه. ان الموجود هنا موجود هنا الطاقه الشمسيه دي بتولد، يعني هو كل المشروع كله بيعتمد على الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه دي بتولد طول اليوم، ان بالليل لما الطاقه الشمسيه ما بتشتغلش الجزء اللي ورانا ده بيشتغل عن طريق البطاريات. فده النظام اللي شغال في المشروع كله، ان هو كله بيعتمد على الطاقه الشمسيه او على البطاريات. ولما سالته طب هل لاي اثار سلبيه على البيئه، فهو قال ان هو الموضوع كله يعني جرين، يعني مفيش اي انبعاثات كربونيه، مفيش اي حاجه ممكن تهدد البيئه او النظام النباتي او اي حاجه، لان الموضوع كله بيعتمد على الطاقه الشمسيه. متوقع المشروع هيتم او هيخلص خلال سنه 2030. المشروع هيكون فيه 50 منتجع سياحي، 8000 غرفه فندقيه، واكثر من 100 فيلا في 22 جزيره. المشروع بيحظى باهتمام كبير جدا من ولي العهد السعودي والمجتمع السعودي بشكل عام. المشروع هيكون مفترق طرق بين افريقيا واسيا واوروبا، والمشروع طبعا هيكون ليه مطار خاص هو مطار البحر الاحمر الدولي. المشروع بالنسبه لمكانه هيكون مثلا ابعد دوله للسعوديه عشان توصل المشروع، فمحتاجه مثلا 8 ساعات طيران. وبالرغم من صغر حجم المطار الا ان هم متوقعين انه يزوروا 1,000,000 سائح سنويا. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ممكن تدينا يعني بصوره سريعه كده المشروع بيشتغل ازاي؟ مشروع البحر الاحمر. الله يحييك يا باشا حبيبي. مشروع البحر الاحمر يعتمد عندنا على الطاقه الشمسيه. البحر الاحمر يتكون من 5 محطات كهربائيه باجمالي قدره 406 ميجا واtt. تمام. 3 من هذه المحطات عباره عن محطات صغيره تعمل بالشبكه الكهربائيه وتوفر امدادات طاقه مستقله لفنادق البحر الاحمر. كذلك تم ترتيب الالواح الكهربائيه على طريقه تراصف. الالواح تمتد الى ما لا نهايه، وفي نهايه كل رصيف او في نهايه كل صف يوجد ريبورت، صندوق مستطيل الشكل، روبوت تنظيف آلي. هذا الريبورت في وقت الغبار وقت الامطار هو من وحده يعني ينظف. يعني هو روبوت مش انسان بينظف؟ لا مش انسان، روبوت آلي ينظف الاجهزه الالواح المستطيلة الشكل هذه، ينظفها في حال وجود غبار او امطار او حاجه او شيء من هذا القبيل. تمام جدا. كمان عندنا معالجه المياه الصرف الصحي. تمام. وفي الاراضي الرطبه المصنعه من المستنقعين. هل المشروع البحر الاحمر بشكل عام هل ليه اي اثار سلبيه على البيئه؟ خليني اقول لك ان مشروع مطار البحر الاحمر مثلا بيشتغل بالكامل بالطاقه المتجدده، والمفترض انه يكون اول مطار محايد للكربون في العالم. تمام. وكمان تشغيل كل منتجع في المشروع بالطاقه المتجدده على مدار 24 ساعه في اليوم، 365 يوم في السنه. بالتالي بيشمل اكبر بطاريه تخزين بالعالم.
وجينا نتكلم عن المنفعه الاقتصاديه اللي هتوصل للسعوديه من المشروع ده، بالرغم ان المشروع متكلف رقم نتكلم في 28 مليار دولار. السعوديه عايزه تقلل بشكل كبير اعتمادها الكلي على النفط، وعايزه يكون ليها مصادر تانية، من ضمنها هتكون السياحه هتكون هنا موجوده بشكل كبير جدا بعد المشروع ده ما يخلص في 2030. فالمشروع مثلا هيوفر فرص عمل ل70,000 مواطن، ومتوقع ان يكون في 1,000,000 زائر سنويا هيدخلوا المشروع ده بس كسياحه. نرجع بقى من حر السعوديه لبرد اوروبا. كانت تجربه جديده كده عليا، كنت اول مره اعملها. كنت مدعو من شركه باور تشاينا ان انا اقضي يوم كمهندس في مشروع البحر الاحمر، فكانت تجربه جديده بالنسبه لي. طبعا الجو هناك كان حر، جيت هنا لقيت الجو زي ما انتم شايفين. فلو حابين تشوفوا تجارب جديده من النوع ده فممكن تحط لي كومنت ايه التجربه الجديده اللي ممكن نعملها او المكان الجديد اللي ممكن نروحه، ويعني ونعيش يوم كوظيفه ثانيه الواحد عمره في حياته ما كان ممكن يتخيلها. يعني انا اصلا خريج اداب تاريخ وفجاه بقيت مهندس، فكانت حاجه جديده بالنسبه لي. فاشوفكم ان شاء الله في فلوجات جايه. السلام عليكم.